ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض سندوتشات الشاورما السوري. مين فينا طبعا ما بيحبهاش؟ طبعا ده العشق في اي خروجه، اي خروجه يبقى سندوتشات شاورما سوري. النهارده هنعملها مع بعض بطريقه سهله ومبسطه، مفيش فيها افتكاسات، وهتعتمديها معانا باذن الله. معايا نص كيلو من صدور الفراخ متقطع شرايح. هتبله بايه بقى؟ معايا ملح وفلفل، بابريكا مدخنه، معلقه كبيره من بهارات الشاورما ودي موجوده عند اي عطار. معايا بصل بودر، توم بودر، معلقه صغيره من البهارات السبعه. معايا هنا علبة من الزبادي، هضيف كمان عصير ليمونة، ومعايا معلقتين من الخل ومعلقتين من الزيت. هتبل بقى الفراخ بتاعتنا في التتبيلة دي وادخلها التلاجة. تقدري تتبليها من بالليل، وتقدري تتبليها مثلا قبلها بساعتين تلاتة على حسب الوقت المتاح بالنسبة لك. انا هنا استخدمت نص كيلو من الصدور، تقدري تستخدمي كيلو 2 كيلو حسب عدد الافراد وحسب اسرتك. بجد هتجربي الطريقه دي هتعتمديها لانها حلوه جدا. تقدري تعمليها غدا، تقدري تعمليها عشاء، حسب ما تحبي بقى. انا هنا هقلب الفراخ في التتبيله بتاعتنا وادخلها التلاجة عشان هنعمل مع بعض وصفه تحفه جدا، وهي التوميه. طبعا مفيش سندوتشات من غير توميه، ده اساسي معانا في الشاورما السوري. التوميه انا هعملها لك النهارده بطريقه سهله ومبسطه جدا جدا، هتعتمديها بجد وتطلع لك نتيجه محترمه. معايا هنا كوبايه من الميه، عليها تلت كوبايه من النشا. هذا هقلبهم وارفعهم على النار. هقعد اقلب فيهم لغايه ما يدوني قوام تحسي ان هو شفاف كده زي الفازلين. هتحسي ان هي كتلت معاكي كده في الاول، لا قلبي وهي تديكي نتيجه حلوه قوي لغايه ما توصلي للقوام اللي انت هتشوفيه معانا. طبعا هتقولي هنا انا كتلت ومش تطلع، لا لا قلبي عادي، هي كده كده هتشوفيها معايا. انا هديت النار، حسيت النار كانت عاليه شويه معايا لغايه ما وصلت للقوام ده. ده القوام المطلوب اللي انا المفروض اوصل له. هسيبها تهدى شويه، هحطها في طاسه او احطها في طبق لغايه ما تهدى. وبعد كده هجيب معايا كبة او خلاط ايا كان المتاح بالنسبة لك. هحط الخليط اللي احنا عملناه على النار، هضيف معاه 3 معالق او 3 فصوص توم، ومعايا علبة من الزبادي، ومعايا معلقتين من الخل، ومعايا ربع كوباية زيت وربع كوباية حليب. ربع كوباية الزيت وربع كوباية الحليب ده اللي هسيبهم في الاخر. هضرب الخليط ده الاول مع بعضه. هنا انا هضيف علبة من الزبادي. انا هسيب لك كل المقادير في صندوق الوصف عشان لو حبيت ترجع لها في اي وقت. انا هنا ضربت الخليط. هنا هضيف بقى ربع كوب من الزيت وارجع اضرب تاني. لو ضربتي وحسيتي ان القوام بالنسبه لك تقيل وعايزاه اخف شويه، انا بحط ربع كوب من الحليب، بتخلي قوامها ممتاز. انا في الاول ضفت هنا معلقتين حليب ورجعت ضفت تاني لغايه ما وصلت لربع كوبايه. ده القوام اللي انا وصلت له. معايا هنا جريلا هحطها على النار عشان نعمل الشاورما بعد ما اتبلت وشربت التتبيله كلها. هنا جريلا سخنه، هننزل بالفراخ عليها عشان تاخد الصدمه بتاعتها. انزلي بالكميه المناسبه اللي هتتحط في الجريلا بتاعتك، مش شرط ان انت تحطي الكميه كلها مره واحده عشان بس الطاسه بتكون سخنه، النار بتاعتها مش تقل. انا هوزع هنا جزء من الشاورما على الجريلا بتاعتي لغايه ما تدخل في السوا، مش هقلب على طول طبعا.
لو انت اول مره لسه تشوفيني، يا ريت ما تنسيش تضغطي لايك وتفعلي الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد مننا باذن الله. انا هنا وزعت الكميه اللي المفروض ان انا احطها في الجريلا معايا، وسبت جزء كان لسه برضه هحطه في الاخر بعد ما اطلع الكميه دي. هنا الفراخ بدات تدخل في التسويه خلاص، هبدا اديلها تقليبه. انا هنا الشاورما بتاعتي ما بضيفلهاش ولا بصل ولا فلفل، حسب ما تحبي، بس انا عندي هنا ما بيحبوش لا بصل ولا فلفل في الحاجه. فانت بقى براحتك، حابه ان انت تضيفي عليها تقطعي بصله جوانح وتضيفيه معاها تماشي برضو، حابه تحطي فلفل برضو براحتك. بس انا لا، انا ما بحطش اي حاجه، هي الفراخ بس. انا هنا الجزء ده خلاص اللي انا عملته كده استوى، هطلعه في طبق عشان ارجع احط الكميه الباقيه معايا. بجد طعمها تحفه والتتبيله خطيره. وهتجربي التوميه معايا بجد يعني، بصي ولا اجدع محل سوري. انا هنا حطيت الجزء، كان لسه جزء بسيط خالص حطيته عشان اعمله برضو من في نفس الطاسه، يعني انا ما نضفتش، في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها حطيتهم حتى ياخدوا من طعم الجزء اللي انا عملته في الاول، طعم الفراخ والصوص اللي نزل منها في الاول، ياخد منها التحميره دي بتبقى طعمها حلو قوي. انا هنا جبت العيش السوري ده، موجود في المخابز، موجود في اي محلات سوبر ماركات دلوقتي، بقى متوفر كتير جدا. انا هنا هضيف معلقه من التوميه على العيش، هضيف طبعا الفراخ، وعملت هنا عملت معاها بطاطس شيبسي، حسب ما تحبي بقى، تشوفي تحبي تحطي ايه معاكي في السندوتش. انا هنلف هنا مع بعض، ضفت فراخ، هحط بطاطس، وطبعا خيار مخلل ده اساسي معانا، الخيار بيكون اساسي معانا في سندوتش الشاورما. وبحب اضيف طبعا يعني ايه حسب ما تحبي، بس انا كان متوفر عندي جبنه موتزاريلا، بحب احط لها بس ايه رشه خفيفه كده من الجبنه الموتزاريلا، بتديلها طعم برضو حلو. هنلف هنا السندوتش مع بعض. والعيش ده متوفر في اي حد في اي مكان دلوقتي، يعني في المحلات في السوبر ماركت تقدري تجيبيه من اي مكان، ما عادش صعب يعني. هنا رشه من الجبنه الموتزاريلا. هنا هنلف السندوتش مع بعض، هنا بناخد الطرفين دول وبنضغط بقى. لو حسيتوا انه اتقطع معاكي لا عادي كملي. انا هنا هكمل بقيه الكميه ونرجع نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا خلصت كل الكميه اللي انا المفروض اعملها، طلع معايا 5 سندوتشات. هنا في نفس الجريلا، بس انا طبعا كنت ايه نضفتها ومسحه زيت، وهنزل بالسندوتشات تاخد بقى ايه التحميصه بتاعتها على الجريلا. بجد وصفه سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت منك ولا وقفه كتير في المطبخ، يعني الجو ده مش محتاج ان احنا نقف اصلا. غير ان الولاد طبعا بيحبوا السندوتشات اللي من بره جدا، فاحنا نعملها لهم في البيت طبعا فراخ مضمونه وعارفين احنا عاملينها ازاي ونضيفه، فلا وصفه تعتمديها وحلوه والله. هنا كنت قلبت الفراخ، وبكده كنت خلصت كل الكميه اللي معايا. اتمنى تعجبكم وتجربوها، واستنى رايكم في الكومنتات باذن الله. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد.